قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس، وشكرا لكم. اكتملت أمس الخميس صفوف المنتخب الوطني المغربي استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا المزمع تنظيمها بساحل العاج في الفترة الممتدة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل، حيث انضم باقي اللاعبين الذين ظلوا مع أنديتهم في الأيام السابقة لأسباب مختلفة. والتحق بالكتيبة الوطنية نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، الذي حظي بترحيب خاص من قبل مكونات المنتخب الوطني بعد تتويجه بالسوبر الفرنسي رفقة الفريق الباريسي الأربعاء الماضي على حساب تولوز. كما انضم لصفوف المنتخب المغربي الظهير الأيمن لبايرن ميونخ الألماني نصير مزراوي بعد خوضه أول أمس لتداريب بدنية فردية رفقة الفريق البافاري، إضافة لالتحاق حارس الهلال السعودي ياسين بونو ونجم غلطة سراي حكيم زياش الذي خاض تداريب فردية أيضا. بونو وحكيمي: نهدف لإسعاد المغاربة عبر الدول المغربي أشرف حكيمي عن سعادته بالطريقة التي استقبلها بها زملاؤه في المنتخب المغربي، مقدما شكره للجماهير المغربي على دعمها المتواصل له، ومشددا على أن هدف العناصر الوطنية هو إسعاد المغاربة في نهائيات كأس إفريقيا. وقال حكيمي في تصريح للموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: سعيد للغاية بالطريقة التي استقبلت بها من زملائي وتهنئتهم لي. أقدم شكري أيضا كل الجماهير المغربية التي تساندني وتدعمني وتابع. هناك فترات صعبة نمر منها، وهناك لحظات الفوز، وهم دائما يقفون إلى جانبي، لذا أنا حريص على تحيتهم. سعيدا أيضا لانضمامي لمعسكر المنتخب الوطني، حيث بدأنا تحضيراتنا لكأس إفريقيا للأمم القادمة التي أتمنى أن نسعد خلالها الجماهير المغربية. أحاول أن أعمل دائما لصالح الفريق، لا أنظر لنفسي، لأننا نشتغل جميعا من أجل أن يفوز الفريق، وهذا هو الشيء الأهم. من جهته عبر الحارس الدولي المغربي ياسين بونو عن سعادته بالعودة للدفاع عن ألوان القميص الوطني، مشددا على أن استعدادات أسود الأطلس لنهائيات كأس إفريقيا تمر في أجواء إيجابية. وشدد بونو على أن استعدادات النخبة الوطني للعرس الإفريقي تسير في أجواء مثالية، متمنيا أن يقدم المنتخب الوطني مشاركة متميزة في الكان، وأن هدف العناصر الوطنية هو إسعاد المغاربة. وقال بها الخصوص: نسعى لتحقيق رهانات جديدة في كأس إفريقيا، خاصة بعد إنجاز كأس العالم في قطر. ندخل الكان بطموحات جديدة ولاعبين جدد وبعقلية التميز لنكون عند حسن ظن الجماهير المغربية. نسعى لأن نكون في الموعد والبصم على تألق جديد في تاريخ الكرة المغربية. ويواصل المنتخب الوطني استعداداته تحسبا لمشاركته في منافسات النسخة المقبلة من نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستنظم بكوت ديفوار من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، حيث خاضت النخبة الوطنية حصة تدريبية جديدة أمس الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم. ومن المرتقب أن يواجه المنتخب الوطني المغربي منتخب سيراليون يوم 11 يناير بسان بيدرو، بعد أن ألغيت مباراة جامبيا والتي كان مقررا إجراؤها يوم الأحد المقبل، وهو الموعد الجديد لسفر بعثة المنتخب الوطني المغربي صوب سان بيدرو. وقرر المنتخب المغربي تقديم موعد سفره لمدينة سان بيدرو بساحل العاج استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا في الفترة الممتدة من 13 يناير الكاري إلى غاية 11 فبراير المقبل، حيث أوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المنتخب الوطني سيتوجه يوم الأحد 7 يناير 2022 إلى مدينة سان بيدرو للمشاركة في النسخة 34 من منافسات كأس إفريقيا للأمم. وسيتشن أسود الأطلس مشوراهم في دور المجموعات من كأس إفريقيا بمواجهة منتخب تنزانيا في 17 يناير 2024 بداية من الساعة 6 مساء بالتوقيت المغربي، على أن تواجه كتيبة الركراكي في الجولة الثانية منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأحد 21 يناير 2024 بداية من 3 بعد الزوال. ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب زامبيا يوم الأربعاء 24 يناير 2024 بداية من الساعة 9 ليلا. ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني المغربي مباريات المجموعة السادسة في الكان بملعب شارلز كونان باني بمدينة سان بيدرو الإيفوارية الذي تبلغ سعته 20,000 متفرج.